لو انت خايف انك ما تجيبش نتيجه كويسه في امتحانك، او ان شغلك ما يطلعش كويس، او الحاجه اللي بتعملها ما تطلعش بالشكل اللي نفسك تطلع بيه، فالاسهل انك ببساطه ما تعملهاش، او شوف الحته دي، تعمل لنفسك حاجه تخليك تقول لنفسك انك يعني ما بذلتش اقصى جهدك، تزنق نفسك للحظات الاخيره قبل الامتحان. يجي الامتحان تطلع الدرجه وحشه، تقول ايه يا جماعه، انا ذاكرت قبل الامتحان ب3 ساعات، اكيد مش هجيب درجه كويسه، ما انا ما لحقتش، انا لو كنت لحقت كان زماني قفلته. عزيزي المشاهد، ده اسهل على النفس البشريه من انها تقول انا ما عملتش كويس في الامتحان عشان دي قدراتي وده اللي انا اقدر عليه، والله انا ذاكرت وعملت كل اللي عليا بس ما حصلش نصيب، انا قدراتي كده. مفيش بني ادم ما بيحبش يعرف ان قدراته اخرها كده. علماء النفس هنا بيقولوا ان مواجهه النفس وانك تقعد وتعمل الحاجه اللي انت المفروض تعملها، المخاطره هنا ان النتيجه النهائيه ممكن تكون فعلا بتعبر عن قدراتك، ودي لعبه نفسيه كتير من الناس بتلجأ اليها لما ما تكونش عايزه تواجه قدراتها. انا هرمي اللوم على سلوكياتي مش عليا. إلى متى بتعيش بعقلية الطفل؟ دي الحقيقة، ارمي نفسك. حتى أمك صارت معك تهتم فيك، هي اللي فيها مكفيها أصلا. فلو انت داخل على خطوة وخايف انها تسبب لك تعاسة، زي ان انت في علاقة توكسيك وعايز تفركش، او مقدم على خطوة صعب عليك نفسيا بس لازم تاخدها عشان تنجح، لكن خايف من الاحاسيس السلبية، فالعلماء بيقولوا لك خش بقلب جامد يا حلو وما تخافش. الهيدونيك ادابتيشن مش هتسيب الحزن يطول، هتدوب الحزن ده وهترجعك تاني لنفس المستوى اللي كنت عليه من السعادة قبل كده. إذا أنت تبغى تصير شيء عظيم أو تطلع نفسك من كل شيء موجود في حياتك اليوم، لازم تكون على الأقل أعلى من متوسط الناس تعليميا وبدنيا وانضباطيا. وكل هذه الأبحاث والدراسات العلمية والجامعات والعلماء وأنا بيقولوا كلام أمي لخصته في كلمة واحدة: البحر يحب الزيادة، وزيادة المرء في دنياه نقصان. يعني الإنجاز اللي هتحققه دلوقتي وتحس إن أنت كده بقيت سعيد، ده لن يدوم معاك على المدى الطويل. مش عايزة بني آدم يمد الحافة على قد رجليه ويعيش كده وخلاص. ترضى ده أمر واقع مفيش مشكلة، بس تسعى ويطلع عينك عشان يبقى عندك أكتر من مصدر دخل، تشتغل الصبح وبالليل والظهر. ولو ما عملتش كده دلوقتي هتعمله امتى؟ هتعمله وانت تعبان؟ هتعمله وانت في وسط مليار مشكلة؟ هتعمله وانت ما انتش لاقي وقت ولا مجهود خلاص تبقى كبرت؟ لا، انت لازم يطلع عينك عشان تعيش حياة كويسة، ويطلع عينك وانت مبسوط وراضي، لان انت اللي اخترت في حياتك تبقى مضغوط. لازم تعمل كده، تتعب وتسعى وتجتهد عشان تحقق الحاجة اللي انت عايزها. مهم يا عزيزي انك تعرف ان الطريق طويل وصعب، لكنه مش اصعب من انك تبقى محبوس جوه سجن جوه دماغك باسوار عاليه من الخوف والرعب. هتحتاج مساعده، ده اكيد، اللي مريت بيه ما كانش سهل، بس العلم بيقول لنا ان انت تقدر تكسر سور السجن ده وتتجاوز مشاكلك وتكون كويس. انا هوصل زي ما الباقيين ما وصلوا، انا هتغير زي ما مليون واحد اتغير، انا هنجح زي ما مليون واحد نجح. وتبقى متاكد ان اعظم حرب في حياتك هي الحرب اللي بتحاربها عشان تبقى بني ادم احسن، عشان تبقى بني ادم اقوى، عشان تبقى بني ادم قدر انه يعمل كل حاجة. الفشل ليس في النهاية، الفشل جزء ضروري من رحلة الإبداع. وصفة الإبداع يا عزيزي معروفة: 99% فشل، 1% إبداع، 1% نجاح. أنت يا عزيزي بالفعل بتفشل أول ما تبطل تحاول، أول ما تبطل تحاول، أول ما تقول أنا خلصت خلاص، أنت كده فشل. طول ما أنت مستمر، طول ما أنت بتحاول، أنت ما فشلتش. عشان كده يا عزيزي بنصحك في هذا البرنامج: احلم، حاول، عافر، هتحقق. شايف المنحة من قلب المحنة ولا شايف الأمل من وسط الألم؟ Don't just go with the status quo. لا تقبل بالوضع الراهن. عايز اقول لك كلمتين: ولا ضاعت منك ولا راحت عليك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. جايه لك يا صاحبي، ما تقلقش، بس جايه لك في الوقت المناسب، وصدقني توقيتات ربنا احسن بكتير. سلام. ردك على الضغوط والمشاكل اللي في حياتك انك تنجح، ردك على الكوكب كله ان انت تنجح. نجاحك ده هو اللي هيخلي ليك قيمة رغم انف كل بني ادم بيكتر. نجاحك ده هو اللي هيخلي ليك قيمة. لو وصلت للشعور ده اعرف انك هتوصل لهدفك بشكل اسرع 10 مرات. ومفيش حد عنده الشعور ده الا هو بيتحول وحش في الحاجة اللي هو بيعملها. واي شخص جامد في المجال بتاعه هتلاقي عنده الشعور اللي بيكون موجود عند معظم الاشخاص الناجحين. بس للأسف الشعور ده مش هيكون عندك وانت بتبدأ. الشعور ده انت هتكتسبه عن طريق الاستمرارية والانضباط. لو لقيت نفسك بتتطور بشكل أسرع اعرف ان بقى عندك الشعور اللي هيخليك تكون أحسن من أي شخص عنده موهبة. وأكبر مثال على كده هو اللاعب كريستيانو رونالدو. ولو عملنا مقارنة بين ميسي ورونالدو هنلاقي ان ميسي لاعب موهوب بالفطرة، وأي حد بيفهم كورة هيقول لك ان ميسي هو أفضل لاعب فيها. بس السؤال هنا هو ازاي رونالدو قدر ينافس ميسي لمدة 10 سنين على الكرة الذهبية؟
ومش بس كده، ده قدر انه يتفوق عليه في سنة 2008 و2013 و2014 و2016 و2017. رونالدو واحد من الناس اللي اثبت ان مش لازم يكون عندك موهبة عشان تكون الاصل. في حاجة بديلة ممكن تخليك تتحول من شخص عادي لشخص عظيم، والحقيقة اللي مش هتصدقها غير لما تبدأ تجرب بنفسك هي انك عندك قدرات غير محدودة. الطريقة اللي بتخلي اي شخص يتحول من شخص عادي لشخص عظيم ويوصل لأقصى قدراته حتى لو ما عندوش موهبة زي كريستيانو رونالدو وناس كتير، هي انك تكون مهووس بالحاجة اللي انت بتعملها. والطريقة اللي هتوصلك للهوس هي انك تبدأ، بعد ما تبدأ بشوية هتلاحظ ان بدأ يكون عندك شغف، واخر مرحلة هتوصل لها قبل ما توصل لهدفك لا هي تتوقف عن السعي مهما حدث. جاهد واسعى لهدفك في الحياة بكل جدية حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة، ولا تبالي للنتيجة. أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير. وطالما أنك تسعى وتحاول الوصول فتصل، وسيكرمك الله ويفتح لك كل الطرق. اما بتحط ربنا في حياتك وتعمل حساب انك عندك ثقة كبيرة في ربنا، بيخليك مطمن. ليه بقى؟ البني ادم لما بيدخل ربنا في حياته بيبقى متأكد ان ربنا هيعوضه عن كل مجهود بذله، هيعوضه عن كل يوم صعب، عن كل ضغوط مرت عليه في حياته، عن اليوم اللي نام فيه بالليل وهو طالع عينه تعبان، عن واقعة الظلم اللي تعرض ليها وهو نايم بالليل بيقول يا رب انا ما معيش حد غيرك. هيبقى داخل في اي معترك في حياته الناس كلها ضده، بس هو متأكد ان ربنا معاه. لما توصل لمرحلة تشعر انه الضغط احاط فيك من كل جهة، قوم وتوضى وافتح على سورة غافر على الآية رقم 44: وأفوض أمري إلى الله، وعيدها: وأفوض أمري إلى الله، وعيدها: وأفوض أمري إلى الله، وعيدها، لحتى تشعر انه الأحمال اللي كانت على كتافك وعلى صدرك وضعت على باب الله. ولا تكابر على حالك، اترك الدموع تبرد على قلبك وتغسل قلبك. الله تعالى وصف أقواما فقال فيهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، وأحدهما قطرة دموع من خشية الله. وإذا ما عرفت شو تقول لرب العالمين، قل له: يا رب ارزق عبدك المحتاج رزق ينسيه شو كان محتاج. يا رب أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضاقت به الحيل. يا رب. لما تقعد تدرس قل بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم إني أستودعك ما أحفظه لحين حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبإذن الله تتذكر ما حفظته في الفحص. اوعى تسمع كلام أي حد بيقولك مد لحافك على قد رجليك. لا، اسعى وكمل وعافر وهات لحاف قد الدنيا وتغطى بيه انت وكل اللي حواليك. وطول ما انت بتسعى وبتعافر وبتشقى، عمر ربنا ما هيضيع تعبك ابدا. كمل. انت ما راح تعيش في حياة كل الناس تقول لك فيها كلام ايجابي وتصفق لك، لا، حط في عين الاعتبار انه في ناس كثير راح تكسر مجاديفك، في ناس حاقدة عليك، في ناس تبغاك تفشل بأي طريقة ممكنة، في ناس تفرح لما تشوفك تقع. هذا هو الواقع. في ناس كذا ما نقدر ننكر وجودهم ولا نقدر نتحكم بأفعالهم. حيجونا وحيتكلمون علينا وراح يلقون علينا جمل وكلام سلبي كثير. المشكلة مش فيهم، المشكلة فينا. المفترض انه يكون عندك حصن منيع ضد الكلام السلبي، لا بالعكس، المفترض انك تكون مثل جراند كاردون واي شخص مثله. المفترض يكون عندك شخصية قوية تحب التحدي. لما يجيك حاقد او ناقد او انسان فيه علل ويعطيك كلام سلبي، تقول له شكرا، راح اثبت انك خطأ وبشد حيلي زيادة بس عشان اثبت انك خطأ. لانه لا تتوقع ان العالم مثالي وجميل ووردي وكل الناس حتصفق لك وتهنيك. هذا العالم مش موجود. ارجوك يا صديقي العسل، تقبل الواقع واعترف به. الواقع فيه خير وشر وإيجابي وسلبي. توقع انك حتسمع سلبي، توقع انه في ناس حتحاربك، توقع ان في ناس حتحفر لك، توقع كل الاشياء السلبية، لان هذه الحقيقة، هذا هو الواقع. فنرجع، خلي هدفك دايما قدام عينيك. اوعى تنسى ان احنا هنكون فخورين بيك، احنا ووالديك اللي يستحقوا ان هم يفرحوا بنتيجة تعبهم وثمرة تعبهم اللي هم زرعوها على مدار السنين.
أسأل الله عز وجل أن يجعلك ثمرة طيبة ينتفع بها أهلك وتقر بها أعينهم، وأن يجعلك قرة عين لهم في الدنيا والآخرة، كما جعل سيدنا موسى قرة عين لأمه